على ان احنا الروائح تضيع. في مثلا على سبيل المثال الورد اللي هو بيبقى جاف او ناشف، ورق الورد نفسه ممكن ده يتحط عليه كولونيا او يتحط عليه انواع مختلفه من العطور اللي هي بتدي ريحه. او في حاجات طبيعيه جدا اللي هي زي القرفه، القرنفل، الحاجات دي بتبقى من الحاجات اللي بنستعملها منكهات للاكل، لكن ممكن نحطها في قلب ميه بتغلي. يعني انا لو عندي هنا دوت حاطط شمعه جوه ودي بتبقى ميه سخنه، ممكن اجيب قرفه وقرنفل واحطهم، الدخان اللي طالع او البخار اللي طالع بيعمل ريحه ظريفه. مش كده وبس، انا ممكن البرتقال اللي بجيبه اخد قشره، او اخد قشر الليمون او قشر التفاح او قشرهم كلهم، يعني يبقى قشر برتقال وليمون وتفاح بحطهم في قلب الميه دي، والميه ديت بتعمل لي الريحه اللي هي تطلع. او اهم حاجه اللي هو كلنا متعودين عليها والعرف المتبع وبيبقى اظرف حاجه البخور. ممكن اولع شويه فحم وبعدين بجيب البخور وبحطه واتاكد ان انا بلف بيه او بحطه في البيت، وقبل ما الضيوف بيجوا بشويه باخد دوت واتاكد ان انا نفسي ببخر نفسي شويه وبروح على كل مكان في البيت. فاذا بنطبخ وبنعمل الاكل بيبقى ليه ريحه وطعم ظريف، لكن بنحط برضو الروائح التانية اللي هي بتخلي ريحه الاكل تروح وبيبقى البيت ليه ريحه.